السلام عليكم. أنا في أفخم كافيه في العالم، وأعنيها كلمة أفخم كافيه في العالم لأنه فعلا يشبه القصر. اسمه نيويورك كافيه في بودابست. ما أعتقدش إن ممكن تكونوا شفتوا حاجة بالشكل ده قبل كده في أي مكان. ده مش كافيتيريا، ده قصر. المفاجأة ليا إن أسعاره مش غالية زي ما أنا كنت متوقع. يعني أنا كده كاني في اللوفر في الفاتيكان. يعني في حاجة غريبة أنا مش فاهمها، إيه المكان بالفخامة ده أو دي، ورغم كده الأسعار بتاعته مش غالي قوي. الدخول بالطوابير تقدروا تشوفوا هناك الطابور قد إيه. أنا وقفت في طابور، في طابور للي حاجزين وطابور للناس اللي جاية من غير حجز. طبعا أنا حاول الفيديو كالمعتاد عشان أثبت إن أنا كنت في الكافيتيريا الفخمة جدا دي على بعد محطة من محطة على بعد محطة من استوريا في وسط البلد. فالمحطة في وسط البلد. أنا أنصح أي حد جاي بودابست، جاي المجر، جاي أوروبا، يجي نيويورك كافيه. كافيتيريا حقيقي تستاهل الزيارة. مكان في منتهى الفخامة. أنا هحاول أشوف من تحت يعني كويس، بس محدش يقول لي قوم. اشوف الوضع عامل ازاي. برضو الكافيتيريا تحت الجزء التحتاني عشان ابين الصورة كلها. إيه، حاجة ربنا يوعد الناس كلها انها تشوف حاجة بالفخامة دي. سيبكوا كده تفكروا فيها وتحلموا بيها وربنا يرزقكم بيها ان شاء الله.